أهلا بيكم مع الدرس التاني من منهج الدراسات الاجتماعية الترم التاني للصف الأول الإعدادي، درس بعنوان خصائص سكان قارة أفريقيا. أول حاجة هنعرفها الهرم السكاني. الهرم السكاني هو رسم بياني بيوضح توزيع السكان على حسب نقطتين، وهما التركيب العمري والتركيب النوعي للسكان. التركيب النوعي يعني الذكور والإناث. عدد الذكور في قارة أفريقيا عددهم 49.9%، وعدد الإناث 50.1%، يعني تقريبا قد بعض. علشان كده في نقطة بتميزهم إن في بينهم توازن نسبي، يعني تقريبا قد بعض. لكن النسبة دي بتختلف من دولة للتانية. طب يا ترى ليه؟ علشان في الهجرة، فده بيغير في عدد السكان في البلد اللي تم الهجرة إليها أو الهجرة منها، وبسبب ارتفاع الوفيات بين الذكور على الإناث بسبب كثرة الأمراض أو الحروب. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. إيه هو الهرم السكاني؟ هو عبارة عن رسم بياني بيوضح توزيع السكان على حسب التركيب العمري على حسب التركيب النوعي. التركيب النوعي ذكور وإناث، فيه بينهم توازن نسبي، بس يا ترى على أي أساس؟ النسبة بينهم متقاربة، الفرق 1/10، 49.9% ذكور، 50.1% إناث. بس النسبة من بلد للتانية شوية بتتغير بسبب كثرة الوفيات بين الذكور بسبب الأمراض والحروب وكمان الهجرة. الهرم السكاني لقارة أفريقيا حسب التركيب العمري بنجد أنه بيتميز بقاعدة عريضة، وهي بتعبر عن صغار السن، نسبتهم بالنسبة لسكان القارة 40%. أما المرحلة الثانية في الهرم السكاني فهي مرحلة سن العمل، وهم عددهم أكتر من نصف سكان القارة، ويعتبروا قوة عاملة كبيرة جدا لو حصل استغلالهم في الاستثمار وفي تحقيق نمو اقتصادي للقارة. بس للأسف هم بيواجهوا تحديات زي الصحة، التعليم، وقلة فرص العمل. المرحلة الثالثة من الهرم السكاني وهي كبار السن، وهي نسبتهم 3%، وهم أقل من النسبة العالمية اللي نسبتها 10%. في نظرية اسمها نظرية التحول الديموغرافي، يعني علم دراسة السكان، كانت في 2024 جت قارة أفريقيا في المرحلة الثانية فيها، وده علشان عدد المواليد كان أعلى بكتير من عدد الوفيات. لكن متوقع في 2050 هتصل قارة أفريقيا للمرحلة الثالثة، وهو انخفاض في معدل المواليد وانخفاض في الوفيات. هيأتي انخفاض المواليد بسبب برامج تنظيم الأسرة وبرامج رعاية صحة الأم، وهيأتي انخفاض في وفيات كبار السن بسبب تحسن في الرعاية الصحية. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. التركيب النوعي وعرفنا إيه هو التركيب العمري، متقسم لثلاث أقسام. أول قسم صغار السن، 40% من السكان، ودي قاعدة عريضة، وده لزيادة عدد المواليد ودي حاجة أكيدة. والقسم التاني ده الاستثمار ونمو اقتصادي، يعني الأمل، دول أكتر من نص القارة، دول سن العمل، بس بيقابلوا تحديات صحة وتعليم ونقص في فرص العمل. والقسم الثالث كبار السن، 3%، مع إن النسبة العالمية 10%. 2024 قارة أفريقيا في المرحلة الثانية من نظرية إيه؟ التحول الديموغرافي. أما 2050 قارة أفريقيا في المرحلة الثالثة من نظرية إيه؟ التحول الديموغرافي. والتغيير يا ترى من إيه؟ لبرامج تنظيم الأسرة هيحصل خفض في المواليد، والتحسين الرعاية الصحية هيحصل خفض في الوفيات. التركيب الاقتصادي هو تصنيف السكان حسب النشاط الاقتصادي اللي بيمارسوه، يعني حسب الأعمال اللي بيشتغلوا فيها. هنلاقيهم في قارة أفريقيا ما بين الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات. الخدمات يعني زي الخدمة الصحية، الخدمة التعليمية، وهكذا. نص القوة العاملة يعني الأفراد القادرين على العمل في قارة أفريقيا بيشتغلوا في الزراعة. أما في الصناعة فنسبتهم 13.6%، أما في التجارة والخدمات فنسبتهم 36.4%. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. التركيب الاقتصادي زي ما بيقولوا تصنيف السكان وفقا لنشاط اقتصادي يمارسونه. الأنشطة الاقتصادية في القارة الأفريقية
زراعة صناعة، خدمات وتجارة. نص القوة العاملة فين؟ في الزراعة. 13.6 في الصناعة. 36.4% خدمات وتجارة. في مشكلة كبيرة منتشرة في قارة أفريقيا وهي عمالة الأطفال. إيه الدليل على الكلام ده؟ إن ما بين كل 5 أطفال في طفل بيشتغل. طيب ليه منتشرة الظاهرة دي؟ بسبب معدلات الفقر وعدم الاستقرار السياسي وانخفاض معدل القيد بالتعليم. طبعا التلاتة دول لما بيتوفروا الولاد على طول بيضطروا إن هم يشتغلوا في سن صغير. أكتر الدول عالميا وأفريقيا في عمالة الأطفال هي أريتريا، الصومال، والكونغو الديمقراطية. هل الظاهرة دي هتتساب كده من غير حل؟ لا، الاتحاد الأفريقي بيحاول دايما للحد من ظاهرة عمالة الأطفال عن طريق إقرار إلزامية التعليم الأساسي، إن المرحلة دي لازم كل الولاد يمروا بيها ويتعلموها. والنقطة التانية بالنسبة لإعادة السن يلتزم ببرامج محو الأمية وكمان التوعية بمخاطر عمالة الأطفال فتقل الظاهرة دي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. والكونغو الديمقراطية وإريتريا ويا الصومال دول أعلى 3 دول إفريقيا وعالميا في العاملة بين الأطفال. وإفريقيا تعتبر الأعلى في العاملة بين الأطفال، ودليلنا في طفل بيعمل من بين كل 5 أطفال. وفي أفريقيا ليه منتشرة العاملة بين الأطفال؟ لارتفاع معدل الفقر ومفيش استقرار سياسي وانخفاض معدل القيد في التعليم بين الأطفال. ودور اتحاد أفريقيا للحد من الظاهرة: إلزامية تعليم أساسي وبرامج محو الأمية وتوعية بمخاطر عمالة الأطفال. قارة أفريقيا بتتميز بتنوع ثقافي كبير، وده بسبب تنوع اللغات فيها. قارة أفريقيا فيها اللغة العربية وفي اللغة السواحلية والهوسة والمندي، والتلاتة دول يعتبروا من اللغات الأصلية بالقارة. وكمان في اللغة الإنجليزية والفرنسية. اللغة العربية موجودة في السودان وفي شمال أفريقيا، أما اللغة السواحلية فهي موجودة في شرق أفريقيا. ولغة الهوسة والمندي موجودة في غرب أفريقيا. واللغة الإنجليزية موجودة في جنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى. أما اللغة الفرنسية فموجودة في غرب ووسط أفريقيا، في رواندا والكاميرون. بنجد إن اللغة العربية انتشرت في شمال أفريقيا بسبب انتشار الإسلام بالقارة ولهجرة القبائل العربية لها. أما اللغة الإنجليزية فهي انتشرت بسبب الاحتلال البريطاني، وكذلك اللغة الفرنسية انتشرت في رواندا والكاميرون بسبب الاحتلال الفرنسي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. أفريقيا منوعة ثقافيا بسبب تنوع اللغات. يا ترى فيها كم لغة؟ يجي كده فيها 6 لغات. السودان وشمال أفريقيا فيها اللغة العربية، أما شرق أفريقيا فيها اللغة السواحلية والهوسة والمندي غربا. وجنوب أفريقيا إنجليزية، ورواندا والكاميرون غربا، ووسط أفريقيا فرنسية. اللغة العربية انتشرت في شمال أفريقيا لانتشار إسلام بالقارة وهجرة قبائل عربية. أما اللغة الإنجليزية ليه انتشرت في الجنوب؟ الاحتلال البريطاني أدى لانتشارها جنوبا وبعض الدول كده يدوب. ورواندا والكاميرون فيهم اللغة الفرنسية، الاحتلال الفرنسي أدى لنشر اللغة فيهم. في الخصائص التعليمية لقارة أفريقيا بنجد إن نسبة الغير ملتحقين بمراحل التعليم في دول جنوب الصحراء الكبرى هم ضعف النسبة في دول شمال أفريقيا وفي العالم أجمع. في دول في قارة أفريقيا قدرت إن هي تستوعب كافة الأولاد في التعليم الابتدائي زي مصر وتونس وجنوب أفريقيا. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. في دول جنوب الصحراء الكبرى الغير ملتحقين تعليم ضعف نسبة دول العالم. وشمال أفريقيا مجتمعين، جنوب أفريقيا ومصر وتونس الدول دي كده قادرين يستوعبوا كافة مرحلة الابتدائي من التعليم. بتسعى الدول الأفريقية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع علشان يبقى كل الناس قادرة إن هي تتعلم بشكل جيد ونافع ليها ولمجتمعها، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع علشان ما يحدش يقول إن أنا العمر عدى بيا فخلاص مش هتعلم. لأ، فرص التعليم متاحة طول الوقت وفي أي وقت. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. أهداف التنمية المستدامة، إيه الهدف الرابع إيه؟ ده بتسعى الدول ليه؟ ضمان تعليم جيد منصف وشامل، ما تقوليش لمين، أكيد للجميع. تعزيز مدى الحياة لفرص التعليم، برضه ما تقولش لمين، أكيد للجميع. قارة أفريقيا بتعاني من انتشار بعض الأمراض زي مرض النوم، ملاريا، إيدز، سوء التغذية وغيرها. السبب في الانتشار ده هو انخفاض مستوى الخدمات الصحية بالقارة. من الملاحظ إن كمان في انخفاض في الأطباء والممرضات عن المعدل العالمي، وده هنلاقيه بشكل ملحوظ في دول جنوب الصحراء الكبرى. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. نوم وملاريا وسوء تغذية أمراض منتشرة في أفريقيا، وده علشان في انخفاض مستوى الخدمة الصحية، كمان علشان دول جنوب الصحراء الكبرى فيها انخفاض تمريض وأطباء. الخصائص الثقافية بالقارة الأفريقية هنجدها تتمثل في الفنون، الحرف التراثية والأدب. الفنون زي الموسيقى مهمة جدا في قارة أفريقيا لارتباطها بالطقوس الدينية، زي الرقص على أنغام الطبول، والطريقة دي كانوا بيستخدموها للتقرب للمعبودات الأفريقية الأسطورية. أما بالنسبة للحرف التراثية فنجدها متمثلة في حرفة صناعة الفخار، الخزف، الجلود، المنسوجات، الأخشاب، الحلي، الأواني. دي بتكون مميزة جدا في قارة أفريقيا وذات طابع أفريقي خالص. أما الثروة الأدبية في قارة أفريقيا فهي وصلت لحد العالمية، لنجد إن هناك كاتب أفريقي نيجيري سنة 1986 حصل على جائزة نوبل في الأدب، وده لأن كانت كتاباته بتتميز بالدفاع عن الهوية الثقافية الأفريقية لأجل إن هو يحميها من تأثير الاستعمار عليها. والأديب التاني الأفريقي اللي حصل على جائزة نوبل كأول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل وهو نجيب محفوظ. أعماله تناولت القضايا الاجتماعية المصرية في القرن العشرين. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. إفريقيا بتقول طقوسها الدينية بالرأس على الطبول، للي ما تتقرب من معبوداتها الأسطورية هكذا تقول. أما الحرف التراثية فخار خازف وأواني، حلي وأخشاب، منسوجات وجلود. أما ثروتها الأدبية دي وصلت حتى العالمية، ويلي سوينكي أديب نيجيري أول من حاصل على جائزة نوبل، والهدف الأدبي اختار إنه يدافع عن الهوية الإفريقية وحمايتها من تأثير الاستعمار. وجائزة نوبل أول أديب مصري يفوز ده كان أديبنا نجيب محفوظ، وأعماله تناولت قضايا اجتماعية والمصرية في القرن العشرين. أما عن دور الدول الإفريقية ودور مصر لحماية التراث الثقافي، فدول قارة أفريقيا بتضع خطط مستقبلية لحماية التراث الثقافي ولحماية الهوية الثقافية. من ضمن الخطط المستقبلية دي هي أجندة 2063، وهي وضعت بعنوان إفريقيا التي نريدها، وهي تضمنت هدف خاص للهوية الثقافية. وكذلك قمة الاتحاد الأفريقي في عام 2021 عقدت تحت شعار الهوية والثقافة والتراث، أدوات لبناء إفريقيا التي نريدها. أما عن دور مصر لحماية التراث الثقافي بإفريقيا، فهي مصر قامت بتعزيز التعاون مع كل دول أفريقيا، وذلك من خلال المهرجان العربي الإفريقي للفنون الشعبية ومهرجان الطبول والفنون التراثية. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها تتضمن هدف خاص للهوية ثقافي يشعل قمة لاتحاد أفريقي عام 21. هوية ثقافة وتراث، كل دي أدوات لبناء أفريقيا التي نريدها. ومصر قامت تعزيز تعاونها مع دول أفريقيا بإيه؟ مهرجان عربي وأفريقي
فنون الشعبية ومهرجان طوبول وفنون التراثية.